ومكملين معاكم مشاهدينا والحلقة الثالثة من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا نبدأ حلقتنا. وكل اللي للأسف بيتذبح قدام المجموعة، وبتختفي جماعة الحاصدين بعد ما روقوا على المجموعة آخر رواقة. وبنلاقي ماجي انفصلت عن المجموعة لأنه الحاصدون كانوا بيحاولوا يوصلوا لها، ودخلت بعدها داخل مدرسة مهجورة، لكنها اتفاجئت بهجوم شخص من الحاصدين من ظهرها، فحاولت ماجي تطعنه بسكين وحدفته بعدها. وقابلت أولدن ففرحت جدا، ولكن للأسف هجم عليهم شخصين كمان وقدروا يطعنوا أولدن، فراح نيجين يساعدهم وقدر يقتلهم، وساعدوا أولدن وأخدوه معاهم بعدها. ولكنهم اتفاجئوا بصوت استغاثة أجاثا اللي حاصرها مجموعة من الزومبي، فبيروحوا بسرعة ينقذوها، وبتاخدهم بعدها على مكان دانكل اللي بيكون على وشك الموت. فبتودعوا ماجي وبيكملوا طريقهم بعدها، وبيفضلوا فترة طويلة في طريق الغابة، لكنهم بيتفاجئوا بحصار قطيع من الزومبي، فبيفضلوا يتواجهوا معاهم، لكن للأسف بيقدروا يهجموا فجأة على أجاثا وبيبدأوا أكل جسمها. بتحزن ماجي جدا وبتكون رايحة تساعدها، لكن بيلحقها نيجين وبيهربوا بعد كده. وبيتفاجئوا في الطريق بجثة شخص محروق متعلق في شجرة ومكتوب فوقه كلمة خاين، وبنعرف ان ده جزاء اللي بيخون جماعة الحاصدين. وبيقابلوا في طريقهم كنيسة، فبيقرروا يدخلوا يحتموا جواها، وبنلاقي ان أولدن بدأت حالته تسوء، فبيطلب منهم أولدن انهم يقفلوا عليه باب الكنيسة ويسيبوه لانه هيبقى حمل عليهم، ويكملوا هما طريقهم ويرجعوا له بعدها. فبيوافقوه وبيودعوا أولدن وبيكملوا طريقهم. وبكده مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا النهارده، استنوني في حلقة جديدة. سلام. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر، ومنتجه ليكم أمنية أحمد، وسجلته أسماء مهران.